قضية قتل قلبت المكسيك وأمريكا كلها. راح ضحيتها شابة على الهوا قدام كل متابعينها، والطريقة اللي اتقتلت بيها كانت دراما مكسيكية مش متوقعة. قضية هزت العالم كله، دول العالم كله تضامنت بهاشتاجات بتطالب بحق بنت عمرها في الدنيا كله 23 سنة، بلوجر معروفة وتيك توكر عندها أكتر من 2 مليون متابع، ملكة جمال سابقة، واجهة دعائية لأكتر من منتج ملابس وعطور ومجوهرات. البنت وشها مألوف وجمالها ملفت، والأهم إنها صغيرة جدا وملحقتش تكسب عداء حد. فجأة وعلى مرأى ومسمع آلاف من الناس تتقتل فاليرا اللي عندها 23 سنة، تتقتل في لايف قدام جمهورها بدم بارد، وفي مكان شغلها وقدام أكتر من 7 أشخاص، لكن لا حد عنده شهادة يقدمها ولا قدر يوقف القاتل. قضية فاليرا ماركيز هي قضية النهاردة. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. النهارده هحكي لكم عن قضيه لازالت تحقيقاتها مستمره، قضيه فاليريا ماركيز، جريمه هزت المكسيك والعالم كله. بنت زي القمر بكل مقاييس جمال العالم، مشهوره وتيك توكر معروفه، صحيت من النوم اليوم ده على راحتها، فطرت وشربت حاجه تفوقها ونزلت على صالون التجميل الخاص بيها. وصلت متاخره على الساعه 2 بعد الظهر، شافت الشغل ماشي ازاي وسالت البنات لو في اي حاجه. واحده منهم قالت ان في عامل جاب طرد مخصوص ليها وانه مرضيش يسلمه لاي حد، قال انها ازازه عطر غاليه وان فاليريا لازم تستلمها بنفسها، ولما ما لقاش فاليريا قال انه هيرجع الساعه 5. فاليريا ما اهتمتش كتير، البنت تيك توكر وصاحبه صالون تجميل ومش فارقه معاها الهدايا كتير، لكن كان فارق لها اكتر اللايفات. وفاليريا كانت متعوده تفتح لايف كل يوم من صالون التجميل بتاعها، وبتحب تشارك متابعيها على التيك توك والانستجرام كل حاجه في حياتها، وفيديوهاتها كانت بتوصل ل 800 الف مشاهده، والناس كانت بتحبها وبتتابعها. ومش من المكسيك بس، ده من كل دول العالم. فتحت فاليريا اللايف الساعة 3 الا ربع، وبسرعة بدأ متابعينها يدخلوا على اللايف، ومنهم كانت واحدة صاحبتها قريبة منها جدا. صاحبتها اسمها فيينا، وكانت عمالة تشجعها تكمل اللايف بالرغم ان فاليريا ما كانتش في المود، وكانت بتقول انها هتقفل اللايف، لكن فيينا كانت بتقول لها استني وما تقفليش اللايف، وطلبت منها تفضل فاتحة اللايف لانها محضرة لها مفاجآت هتوصلها وهي في اللايف، وقالت انها بس عاوزة تشوف سعادتها بالحاجات اللي هتوصلها وهي على الهوا. وفعلا بعد دقايق وصل مندوب باوردر من ستاربكس، وفرحت فاليريا جدا وشكرت صاحبتها. وبعد شويه وصلت كمان هديه تانية، وكانت عباره عن دميه في شكل خنزير بينك، وفاليريا فرحت بيها جدا وكانت عماله تفرجها للمتابعين بسعاده. ما عداش دقايق ولقت مندوب تالت داخل عليها وهي فاتحه اللايف، وسالها لو هي فاليريا. اكدت فاليريا هويتها وقفلت صوت اللايف، وقبل ما تعدي دقيقه اتفاجئ المتابعين ان فاليريا اتضربت بالنار على الهوا طلقتين، واحده في الراس وواحده في الصدر. ووقعت فاليريا فورا، وجت صاحبتها اريكا اللي كانت في صالون التجميل وقفلت اللايف. الناس كانوا فاكرين ان ده اكيد مقلب وانه اكيد في حاجه غلط، لكن بعد وقت قليل اتاكدت وفاه فاليريا فعلا، واتقلب الراي العام في المكسيك كلها على الحادث ده. بس اكيد عايزين نعرف مين فاليريا وليه جرالها كده. فاليريا بنت من وسط مادي ضعيف جدا زي ناس كتير في المكسيك اللي تعتبر دوله ناميه. فاليريا كانت عايشه في ولايه خاليسكو في المكسيك، في حي غوادة لخارة اللي يعتبر عاصمة الولاية، من مواليد فبراير 2002. بنت جميلة جدا بشكل ملحوظ، من صغرها وجسمها حلو ومتناسق، وكمان ملامحها حلوة. عشان كده فاليريا كانت بتحلم تكون بنت مشهورة، وكمان يكون معاها فلوس كتير وتعيش الحياة اللي نفسها فيها. وعملت فاليريا اكونت على تيك توك وبدأت تنزل فيديوهات كتير كان محتواها كله عن الجمال ونصايح للحياة العامة واللبس. والبنت كان عندها قبول كبير والناس حبتها، بس القناة فضلت صغيرة فترة لحد ما فازت سنة 2021 بلقب ميس روزيتو، ودي زي مسابقة جمال محلية، لكنها مش بتركز على جمال الوش والجسم بس. المسابقة دي كمان بتقيس الحضور قدام الكاميرا والثقة بالنفس وطريقة التعامل، يعني بتقيس حاجات كتير. ولما فازت بيها فاليريا ده رشحها للتعامل مع علامات تجارية مهمة، وبقت تعمل اعلانات المجوهرات والملابس، وتحولت القناة بتاعتها لقناة كبيرة فيها اكتر من 2 مليون مشترك، وتحولت لانفلونسر ورائدة أعمال مشهورة جدا. ده غير إنها اتقدمت لمسابقة ملكة جمال الولاية سنة 2023 وكانت مرشحة قوية ليها، وده كبر قناتها بسرعة كبيرة جدا. وبعدها عملت فاليريا صالون التجميل بتاعها اللي كان في زابوبان في ولاية خاليسكو،
وفضل الحال ماشي كده لحد يوم الحادثة يوم 13 مايو 2025. رئيسة المكسيك أعلنت بدء التحقيقات في نفس اليوم، وطبعا أول حاجة اتعملت هي تفريغ الكاميرات، ولأن المحل عليه كاميرات فكان فعلا مصور كل حاجة. القاتل وصل هو وواحد تاني بموتوسيكل قدام المحل. نزل القاتل اللي كان مغطي وشه تماما قدام المحل، دخل ودقايق وصوت ضرب النار طلع، وبعدين طلع راكب الموتوسيكل هو واللي معاه وطار. الشخص التاني كان مغطي وشه، والموتوسيكل مفيش عليه لوحة أرقام، يعني الكاميرات كانت زي قلتها في الموقف ده، ما قدمتش أي معلومة مفيدة. وده معناه إن اللي قتل فاليريا شخص محترف وعارف هو بيعمل إيه، وكمان معنى إنه دخل صالون التجميل وسأل عنها إنه ما يعرفهاش، يعني القاتل ده مأجور عشان يقتلها. وبما إن الجريمة حصلت في لايف على التيك توك، فالناس من أول لحظة متابعينها، وبدأ الناس يفعلوا هاشتاجات عشان حق فاليريا، ومش في المكسيك بس، ده في العالم كله. المهم إن الشرطة بدأت على طول تحقق، وعلى طول الشك راح لتلاتة أصحاب فاليريا الاتنين، فيانا وأريكا. فيانا اللي كانت في البث من أوله، واللي كانت مصممة إنها تقنع فاليريا تكمل البث، وقالت لها إنها بعتلها هدايا، وفعلا وصلت فاليريا أثناء البث هديتين من فيانا، بس دي لو صدفة تبقى غريبة جدا. وأريكا اللي أول حاجة عملتها إنها قفلت البث على طول، مع إن ده رد فعل مش طبيعي، يعني أي حد صاحبه والقريب بيقع ميت قدامه المفروض يجري عليه الأول، مش يجري على التليفون. مين بقى الشخص التالت اللي تشك فيه؟ حبيب فاليريا السابق ريكاردو ريوس. مين بقى ريكاردو ده؟ ده رجل عصابات في المكسيك تحت مصطلح اسمه كارتيل، وكلمة كارتيل دي عبارة عن مصطلح معناه عصابة متخصصة. هو العصابة كمان بتكون متخصصة في نوع محدد من الإجرام، خطف الأطفال، بيع الأعضاء، سلاح، مخدرات. ده حتى المخدرات بيتخصصوا في نوع أو اتنين بس منها. ريكاردو بقى يبقى عضو أساسي وشريك في العصابات دي. الكارتيلات أو العصابات دي ولسبب غير معروف بتتبنى سياسة العنف ضد المرأة، ودي واحدة من سياساتهم الأساسية، والأسباب غير معروفة أو غير مفهومة أحيانا، زي مثلا إنها ست مشهورة في مجالها، أو كانت على علاقة بواحد منهم وسابته، أو حتى رفضت الارتباط بواحد منهم. وفاليريا كانت فعلا مرتبطة بريكاردو، وكمان حسب كلامه وصلها منه هدايا قيمتها 800 ألف دولار. لكن فجأة فاليريا قررت تنفصل عنه لأسباب غير معروفة، فريكاردو اتجنن وبدأ يبعت لها رسائل فيها تهديد بالقتل. وفاليريا كمان شاركت واحدة من الرسائل دي مع متابعينها قبل ما تتقتل بفترة بسيطة. الكارتلات بشكل عام لما بتقتل ضحاياها بيحبوا يعملوا ده علنا وبشكل فيه أسوأ، وده لأنهم بيكونوا عايزين يخوفوا الناس منهم، فلما بعدين يطلبوا من أي حد حاجة ينصاغ ليهم على طول. يعني مثلا في حادثة قبل موت فاليريا بفترة، واحدة من الكارتلات عملت مجزرة دموية قتلوا فيها أكتر من 20 شخص في الشارع، وتعمدوا إن قتلهم يكون بطريقة بشعة ودموية. لا وكمان سابوا جثثهم في الشارع كتحدي للحكومة إن محدش يقدر يعمل لهم حاجة، وكمان نوع من ترهيب سكان المكان. فقتل فاليريا بالطريقة دي وبالشكل العلني ده يعزز نظرية إن ريكاردو اللي ورا قتل فاليريا. بدأت الحكومة تدور وراهم هما التلاتة، ريكاردو وفيانا وأريكا، ولقت إيه بقى؟ لقت رسائل على تليفون أريكا. الرسائل دي بتحذر أريكا وبتقول لها إنها لازم تبعد وقت التنفيذ، يعني واضح إن فعلا أريكا كانت عارفة. ده غير فيانا اللي صممت بشكل غريب جدا إن فاليريا تفضل فاتحة اللايف لأطول وقت ممكن. ده غير الشاب اللي عمل نفسه بتاع الدليفري، كان قال إنه راجع الساعة 5 لكنه رجع قبل كده بكتير، وكان حد مبلغه إنها وصلت الصالون بتاعها. في النهاية التحقيقات لازالت شغالة في القضية. حاليا ريكاردو مقبوض عليه والتحقيقات معاه ومع أريكا وفيانا، لكن المتوقع بشكل كبير إن القضية دي هتتقفل ضد مجهول، ودي مش هتكون حاجة جديدة أو غريبة على المجتمع المكسيكي اللي رغم انتشار العنف ضد المرأة فيه بشكل ملحوظ، إلا إن معظم القضايا دي اتقفلت على ولا حاجة. حادثة فاليريا دي خلت المجتمع الدولي علق وقال إن العنف ضد المرأة متأصل هناك بدرجة صعبة، ده اللي المشتبه فيهم 2 منهم ستات، يعني بقى الوضع مقبول كمان عند الستات وكله عادي. طبعا قضية فاليريا دي عاملة زي القلم على وش دول كتير جدا. دول العنف ضد المرأة فيها مقبول وبيتم الدفاع عنه من المرأة نفسها. البنت اللي حماتها كانت بتضربها في مصر، والبنت اللي اتقتلت على ايد خطيبها في تركيا، والبنت اللي جوزها قتلها في الأردن. كل الجرائم دي بتقول ان العنف ضد المرأة كتمييز عنصري لازال موجود ومنتشر في مجتمعات كتير جدا، وان مش قضية واحدة هتغطيه، ده ملف كبير محتاج شهور. في النهاية زي ما قلنا الحلقات دي هدفها التوعية عشان تاخدوا بالكم من نفسكم ومن اولادكم وتعرفوا المجتمع حواليكم بقى عامل ازاي. ويا رب تكونوا دايما بخير. اشوفكم الحلقة الجاية.